باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يعود عليكم الأيام بخير وسلام. النهاردة الحد الرابع في الصوم الكبير، معروف الحد الرابع ده حد السامرية. السامرية دي مثل يعني رائع في التوبة والرجوع إلى الله والقيامة من الموت الروحي. بنعمة ربنا بسرعة على قد ما نقدر من الوقت هناخد تعاليم ودروس مهمة، دروس عملية، مش كلام، يعني مش نقعد نقول كلام، لا، دروس عملية من حياة السامرية وحياة تطبيقية. يعني المفروض احنا يعني من القديسين التائبين ناخد دروس ازاي تابوا وازاي رجعوا لربنا. فالسامرية زي ما انتم عارفين ان البداية بتاعتها كانت بداية طبعا شريرة جدا، كانت بداية صعبة لدرجة ان كان لها 5 أزواج واللي كانت معاه ما كانش جوزها. المسيح قال لها لما قال لها ادعي زوجك، قالت له قالت له ليس لي زوج. قال لها حسنا قلت، او بالصدق قلت، لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك ليس زوجك. الإجابة دي تورينا حاجة مهمة جدا، إن السيد المسيح عالم بكل شيء، عالم بكل شيء. شوف إزاي السيد المسيح يعني عارف ده ممكن تكون المرأة السامرية دي، السيد المسيح هو في الجسد كان أقل من 33 سنة مثلا، وهي ممكن تكون أكتر من كده، ومع ذلك كان عارف الماضي بتاعها كله، عارف إن كان لها 5 أزواج واللي معاها مش جوزها. يعني دي خدوا بالكم من النقطة دي. سيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، والله عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، عارف كل حاجة. علشان كده حتى في سفر الرؤيا لما بيكلم أساقفة الكنائس ال7، كل واحد منهم لما السيد المسيح ابتدى يكلمه يقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. يعني خدوا بالكم المسيح عارف كل حاجة. حتى لما كان في بيت سمعان الفريسي والمرأة الخاطية جت، وسمعان الفريسي بيفكر في قلبه، يعني مش بينطق بلسانه، ده بيفكر في قلبه، وبيقول لو كان هذا نبيا لعلم حال تلك المرأة إنها خاطئة. السيد المسيح راح لافت نظره وقال له يا سمعان عندي كلمة عايز أقول لك عليها. عرف أفكار سمعان الفريسي. عشان كده في المزمور داود النبي يقول له عرفت أفكاري من بعيد. ربنا بيعرف. السيد المسيح إلهنا الصالح عارف كل حاجة عننا، عارف أفكارنا وعارف نياتنا وعارف ضمائرنا وعارف خطايانا الخفية وعارف خطايانا الظاهرة وعارف الأعمال المقدسة اللي بتعملها. يعني لو توقفت تصلي هو شايفك، لو صمت هو شايفك، لو عملت عمل خير شايفك، لو رحت المريض تزوره شايفك، لو رحت الحزين تعزيه شايف كل حاجة. الحكاية دي تلفت نظرنا لأمور كتير هنتكلم عنها بعد شوية.
ربنا عارف كل حاجة. علشان كده بولس الرسول يقول إن إحنا سواء كنا في الجسد أو خارج الجسد نكون مرضيين عنده. ممكن ناخد التدريب ده سواء أنت في الجسد أو خارج الجسد، يعني بعد الانتقال تكون مرضي عنده، تكون مرضي. يا ريت يا ريت صدقوني نعيش في رضا ربنا، يعيش يا ريت. وبولس الرسول نفسه قال كده في أفسس 5: المختبرين ما هو مرضي عند الرب. والكتاب يقول كل شيء مكشوف وعريان قدام عيني الذي بيده أمرنا. كل شيء مكشوف. الواحد لو حس إن ربنا شايفه صدقوني هنعيش في مخافة الله وهنعيش في رضا الله. حتى الخطية نتكسف نعملها قدامه. معقول نشتم قدامه، معقول حد يزني قدامه، معقول واحدة تتعرى قدامه، معقول أي حد لا يسرق قدامه. عشان كده يوسف الصديق كان حاطط الحتة دي قدامه لما اتعرضت عليه الخطية، عشان هو حاسس إن ربنا شايفه وهو شايف ربنا. قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يا ريت خد أول تدريب النهاردة مهم، إنك تعيش في رضا ربنا. عيش في رضا ربنا. خد تدريب النهاردة مهم، بس خليك حازم وخليك شاطر وخليكم رجالة. الرجالة رجالة والسيدات رجالة برضه، رجالة في القرار. يقول عن دانيال حاجة جميلة قوي. دانيال النبي وهو شاب صغير، كان يمكن يعني مثلا هو يقول فتيان مع الثلاث فتية، يعني أقل من سن الشباب كمان. يقول إن دانيال جعل في قلبه أن لا يتنجس. خدت بالكم من الآية؟ دانيال جعل في قلبه أن لا يتنجس. حلو قوي المبدأ ده، إن الواحد يحط في اعتباره إنه لا يتنجس بالخطية. أي نوع من الخطايا لا يتنجس. خلي عندك مبدأ إنك أنت تعيش لربنا طاهر، تعيش لربنا نقي، تعيش لربنا مرضي. ربنا راضي عليك وعلى تصرفاتك وعلى كلامك وعلى أفكارك. حتى في تحليل باكر، التحليل الثاني، بنقول هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه. هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه. يعني بنقول لربنا يا رب طول اليوم خليني أرضيك. ممكن نعيش كده يا جماعة؟ ممكن نعيش طول اليوم، نعيش طول اليوم في رضا ربنا؟ يا ريت كل واحد لما تتعرض عليه أي نوع من الخطية يقول لا أنا عايز أرضي ربنا، ما أعملهاش، ما أعملش الخطية. عادة، طبع، تصرف، أي حاجة. فربنا عالم، عالم بكل شيء. أنا مش هدي النهاردة العظة عن إزاي السيد المسيح كان عالم بكل شيء. ده عالم بكل شيء. أمال هو يوم الدينونة هيدين الناس إزاي؟
هيدين الناس ازاي وهو مش عارف اعمالهم؟ ده هيدين الناس من اول ادم، وبينه وبين ادم 5000 سنه، يعني بين المسيح وادم اكتر من 5000 سنه. هيدين الناس من ادم لغايه اخر واحد. طب هو كان عارف الاعمال بتاعت اللي هم الاجيال اللي فاتت من 5000 سنه؟ لانه هو الله الظاهر في الجسد، هو كلمه الله المتجسد، هو الله الازلي طبعا. عشان كده بولس الرسول بيقول انه جميعا سنقف امام كرسي المسيح. يا ريت يا ريت يا جماعه نفكر في الحكايه دي كل يوم. قل لنفسك كل يوم: اوعي تنسي يا نفسي انك هتقفي قدام المسيح في يوم من الايام. هتقفي قدام المسيح وهيديكي حسب عملك وحسب كلامك وحسب افكارك وحسب قلبك ونقاوه قلبك. فكر نفسك كل يوم، فكر نفسك بالدينونه كل يوم. هتعيش في مخافه الله. عشان كده في صلاه النوم جميله القطع بتاعت صلاه النوم، لما يقول: هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعب من كثره ذنوبي، لان العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونه، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه. ليه بيقول كده؟ ليه بيقول توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه؟ ده وقت التوبه، ده وقت الزرع، ده وقت الاستعداد. لكن بعد الموت مفيش توبه. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجه واضحه. لكن اذا انكشفت افعالك الرضيه وشرورك القبيحه امام الديان العادل ماذا تجيبين؟ فكر نفسك، حاول بكل مجهود وبعمل طبعا ربنا يسوع المسيح معاك وعمل النعمه انك تعيش في القداسه. خدوا بالكم ان كل حاجه ليها وقت. وانت في الجسد ده الوقت اللي تزرع فيه، ده الوقت اللي تستعد فيه، ده الوقت اللي تتوب فيه، ده الوقت اللي ترضي ربنا فيه. بعد الموت كل الامور تبقى خلاص، كل الابواب تتقفل ما عدا باب واحد بس، هو باب العدل. عيشوا في القداسه، عيشوا في المحبه، عيشوا في رضا ربنا، عيشوا في النقاوه، عيشوا في القداسه. عيش وانت غصن مثمر. مش المسيح قال كده؟ قال: انا الكرمه الحقيقيه وانتم الاغصان. يعني احنا فروع، احنا اغصان في الكرمه. لازم نجيب ثمر عشان نفرح قلب ربنا، لازم نجيب ثمر حلو عشان نفرح ربنا. ربنا يدينا كلنا ونعيش في رضاه. جميل جميل لما الواحد يفكر فكر. كل شيء له وقت. الفلاح اللي ما يزرعش ايام الزرع هيعمل ايه في ايام الحصاد؟ هيبقى حزين. كله بيحصد ثمار وهو الارض بتاعته بور، الارض بتاعته جبل. يقول: يا ريت كنت زرعت زي الناس. طب وايه اللي كان منعك يا ابني؟ اللي كان منعك محبة العالم
واللي كان منعك الخطية، واللي كان منعك ما بتراجعش نفسك، واللي كان منعك ما بتفكرش في أبديتك، واللي كان منعك ما بتفكرش إنك غريب في يوم من الأيام هتسافر. ده اللي كان منعك. كنت مصدق كلام الشيطان وإغراءات الشيطان وإغراءات الخطية. يا ريت الواحد يفوق، صدقوني. حتى الطلبة في المذاكرة نفسها ليها وقت، اللي هو العام الدراسي. العام الدراسي ليه وقت. اللي يتعب ويذاكر كتير في العام الدراسي يوم النتيجة يفرح بسهره، ويفرح بتعبه، ويفرح بالدموع اللي بذلها من أجل المذاكرة والنتيجة. اللي يستهتر أيام العام الدراسي يجي يوم الامتحان يعمل إيه يا ترى؟ والأخطر من الامتحان نتيجة الامتحان، ده الأخطر. حط في اعتبارك الحاجات دي. يا ريت صدقوني كلنا كل يوم نفكر نفسنا بالأيام دي. ده الأنبا أنطونيوس الكبير أبو الرهبان كان يقول كل يوم الصبح لما تصحى قل لنفسك يا نفسي خدي بالك وافهمي كويس ان ممكن يكون النهارده اخر يوم في عمرك. اوعى يضغينا العدو زي ما بنقول في تحليل الكهنة بالليل، لا تدع الشيطان يضغينا بواسع الامل. ناس كتير اول ما تصحى الصبح كل اللي قاعدة تفكر فيه هروح فين واعمل ايه واشتغل ايه واعمل ايه واروح لفين. طب فكرت ان ممكن يكون النهارده اخر يوم في عمرك؟ كل تفكيرك انك تصحى الصبح بسرعة، ولا تصبح على ربنا، ولا تسمع صوته في الانجيل، ولا تقف قدامه وتشكره، ولا تستعد ان تقول لنفسك يمكن يكون ده اخر يوم اعيش طول اليوم في رضا ربنا. زي ما بقول لكم في تحليل باكر، هب لنا في هذا اليوم الحاضر اللي هو النهارده، يعني هب لنا في هذا اليوم الحاضر ان نرضيك فيه. فكر نفسك كل يوم. يمكن يا نفسي النهارده اخر يوم، مين عارف. وقدامنا صدقوني قدامنا امثله كتير جدا عمليه، مش كلام تاليف. طب اقول لكم على حاجه صدقوني، انا شخصيا يعني معلش لما اجي اصلي مثلا قداس وافتح الستر الصبح، ممكن اقول لنفسي في وقت من الاوقات وانا بفتح الستر يجي لي فكر يقول لي انت فتحت الستر وابتديت تصلي القداس، مين قال انك ممكن تكمل القداس؟ طب ليه؟ فاكرين الانبا مكاريوس اسقف قنا مش حضر القداس وعند المجمع وقع وانتقل قبل التناول. طب كمل القداس؟ ما كملش القداس. سمعت على كاهن تاني، دي حاجة خاصة بالكهنة بقى صدقوني، وكاهن مشهور. سمعت على كاهن كان في ذلك الزمان بعد ما ناول دم مع ابونا وهو لابس التونيا لسه ما علاش،
بعد ما ناول الدم مع ابونا قعد على الكرسي وانتقل، وهو لابس الدنيا لسه ما قلعش. سمعت على كاهن تاني كان في شبرا، راح ناول مرضى بعد القداس، في ناس بيطلبوا من الكاهن يناول مريض، راح ناول كام واحد في القداس في البيوت، ورجع وقال العامل بتاع الكنيسة، قال له افتح لي الهيكل عشان احط علبة التناول على المذبح. فتح له الكنيسة وعشان يدخل يحط علبة تناول، والعامل استبط ابونا، قال يعني هو ابونا تأخر ليه؟ عشان عايز اقفل الباب. دخل قعد على الكرسي في الهيكل وميت. هو ناول مرضى بيموتوا اصلا وهو اللي مات. افتكري يا نفسي، افتكري، ممكن يكون النهارده اخر يوم في عمرك. فلما يكون النهارده اخر يوم، يا ترى هتكون مستعد ولا مش مستعد؟ يا ترى لما يجي ياخدك ربنا ولا ياخدني؟ هتحملنا الملائكة زي لعازر؟ هتحملنا الملائكة زي لعازر المسكين، ولا هنترمي في الجحيم زي الراجل الشرير؟ دي ما فيهاش مجاملة. المسيح قال مات لعازر، مات لعازر، حملته الملائكة. طبعا كل واحد يموت في الرب، كل واحد يموت في الرب تحمل الملائكة زي لعازر. لعازر دي مش قصة وانتهت، دي قصة كل يوم. يعني ايه قصة كل يوم؟ كل اللي يموت في الرب زي لعازر، كل اللي يموت في محبة ربنا زي لعازر تحمله الملائكة. وصدقوني أنا لو قعدت أقول لكم على قصص في الموضوع ده كتير 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 كتير، لكن في العكس، في العكس، في العكس. المهم نفهم الحتة دي. ربنا يسوع المسيح عارف كل حاجة. حاجة برضو أخيرة عشان أدخل في نقطة تانية، الواد ده يا ريت حد يمسكه يعني. نقطة أخيرة، قصدي نقطة عشان أدخل في نقطة تانية. هو ربنا مش شايف كل حاجة؟ مش شايف الزاني؟ مش شايف السارق؟ مش شايف الظالم؟ مش شايف اللي بيشتم؟ مش شايف اللي بيحلف؟ مش شايف المخاصم؟ مش شايف كل البلاوي بتاعتنا؟ شايف. طب ليه ساكت؟ طب ليه ما متناش لغاية النهاردة؟ ده من محبته. ما متناش من محبته وما متناش من رحمته، لأنه هو لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى. لا يشاء موت الخاطئ. ربنا إرادته ومشيئته إنه ما حدش يموت في الخطية. دي إرادة الله. لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى. عايز كل الناس تخلص. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ربنا عايز كده. طب وليه ساكت؟ ليه ساكت؟ عشان بيدي فرص، عشان بيدي فرص. كل يوم ربنا مدي للناس فرصة، صدقوني كل يوم، من أول اليوم، من أول بداية النهار لآخر اليوم. كل يوم ربنا مديه فرصة للإنسان إنه يراجع نفسه وإنه يستعد لأبديته.
لا يشاء موت الخاطئ، لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى. ربنا عايزنا كلنا نتوب، ربنا عايزنا كلنا نستعد، ربنا عايزنا كلنا نحبه من كل قلبنا، ربنا عايزنا نحب الجميع، عايز كده، دي إرادته. ليه نعمل عكس إرادة الله؟ ليه نعمل عكس مشيئة الله؟ لا، عايزين من النهارده زي ما قلت لكم في بداية العظة، مش عايزين رغي وكلام وخلاص، احنا عايزين نعيش صح، عايزين نعيش صح. الوقت كالسيف، الشاعر كان كده، الوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك. يعني إن استفدت من وقتك وأنت في الجسد، استفدت واستثمرت وقتك وأنت في الجسد من أجل الأبدية، هتروح السماء. لو استثمرت وقتك في الخطية والعالم والمشغوليات والبعد عن الله وشهوات الجسد، هتضيع نفسك. البابا شنودة ربنا ينيح نفسه، معلمنا كلنا ومعلم الأجيال كلها، قال حياتك عبارة عن وقت، إن ضيعت وقتك ضيعت حياتك. طبعا كلام واضح، حياتك عبارة عن وقت، ضيعت الوقت يبقى ضيعت وقتك، ضيعت وقتك ضيعت حياتك. استفيد بكل دقيقة في عمرك. اصحى يا نايم، اصحى، اصحى يا نايم. السكران يصحى والنايم يصحى واللي في غيبوبة يصحى. اصحى، فكر كويس، فكر كويس. توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يسكن، ولا في الجحيم من يشكر. ولنهاضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني، ارحمني وخلصني. كل دقيقة ما تضيعهاش، فكر دايما، خلي الأبدية قدام عينك باستمرار، وخلي ربنا قدام عينك باستمرار، وقول له يا رب يوم ما يجي يوم الانتقال هيكون نظرتك ليا ايه، وهيكون وضعي قدامك ايه، وهيكون مدى رضاك عليا هيكون ايه. صدقوني الناس مدريانة، صدقوني الناس محاسة باليوم ده من أصعب اللحظات. صدقوني، اسمعوني كويس، من أصعب اللحظات اللي هيمر بيها كل واحد فينا لحظة خروج الروح من الجسد، من أصعب اللحظات ما تتخيلهاش. احنا بنتخيلها بناء على ما قيل أو القديسين اللي قالوا. أعنا يا رب على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، بنقول كده في تحليل الكهنة. أعنا يا رب على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. ايه شعور انسان لو لما روحه خرجت لقى نفسه مش فردوس، لقى نفسه مش في فردوس النعيم؟ ايه شعوره؟ ايه احساسه؟ ايه مدى العذاب اللي هيكون فيه؟ العذاب النفسي والعذاب الضمير. إيه عذاب. هيعمل ايه؟ عملت له ايه الخطيه؟ عملت له ايه الشهوات؟ عمل له ايه الفلوس؟
عملت له ايه؟ ولا حاجه. فكر كويس، فكر في ابديتك. المهم ناخد النقطه الثانيه بسرعه. ان المراه السامريه بالرغم من خطاياها الكثيره جدا، يعني دي مثل صعب جدا لواحده عايشه في الخطيه. يعني تخيلوا، حتى انا ما اعرفش سنها بصراحه، والكتاب ما قالش سنها. يعني لما اتجوزت 5 الاول، عاشت مع كل واحد كم سنه؟ انا ما اعتقدش انها صغيره، انا اعتقد انها برضو كبيره. يعني اتجوزت 5 واتجوزت سنها قد ايه، وعاشت مع كل واحد قد ايه، وال5 لم يشبعوا شهوتها. بيقولوا الشهوة زي النار، كل ما تديها حطب تتوهج. الشهوة عاملة زي النار، والذي يشرب من هذا الماء يعطش. قال لها كده. ال5 علاقتها بيهم ما كانتش حاسة بارتواء، ما كانتش حاسة بشبع، ما كانتش حاسة بأنها مكتفية، عايزة أكتر. وأخيرا تعيش مع واحد ليس زوجها، ليس زوجها. شوف الخطية صعبة ازاي. ولكن الحقيقة بتوبتها واعترافها ربنا نسي كل اللي فات. ربنا نسي لها كل اللي فات، نسي ال5 أزواج، ونسي الراجل اللي عايشة معاه، ومشي فترات الزنا اللي كانت عايشة مع الراجل ده، ولا مكسوفة انها تتعرى، ولا مكسوفة تعمل زنا خطية، وعايشة كده في أباحية. يعني حاجة صعبة، بلا حياء، بلا حياء. فقدت الحياء وفقدت الحشمة وفقدت الطهارة. لكن بعد رجوعها للمسيح، يا تخيلوا انها دخلت تكرز في السامرة. أول واحدة ست هي اللي تنادي في السامرة بالكرازة. تعالوا قال لي كل شيء، إنه مخلص العالم، ده المسيح اللي احنا منتظرينه. قعدت تكرز، تشهد للمسيح. شوفوا ربنا بيغير ازاي، شوفوا ربنا بيغير ازاي. ربنا مستعد ان يغير كل حد مهما كانت الانسان خطاياه. شوفوا في سفر التكوين، اول ايات في سفر التكوين يقول حاجه جميله قوي قوي. لما بيوصف الكتاب الارض قال ايه؟ وكانت الارض خربه وخاليه، وعلى وجه الغمر ظلمه. ارض خربانه، ارض مظلمه، ارض بلا شكل ولا منظر. لكن تخيلوا ان ربنا قال على الارض الخربانه، وقال على الارض اللي ملهاش ولا شكل ولا طعم ولا ريحه، كلها خراب وكلها ظلمه، قال ليكن نور يطلع من الارض الخربانه جنه مليانه ثمار. اهو دي اشاره للنفوس اللي كانت خربانه. ياما ناس كانت خربانه وكانت مظلمه وكانت عايشه في الضلمه، لكن اتنقلوا من الضلمه للنور.
اتنقلوا من الضلمة للنور زي السامرية. السامرية كانت خربانة، دي كانت خراب وكانت مظلمة، تتحول لكارثة. قديسة نقول عليها النهاردة القديسة السامرية. أمال إيه؟ ربنا قادر على كل شيء. يقولوا خطاياكم لا أعود أذكرها. عايزين محبة أكتر من كده؟ عايزين رحمة أكتر من كده؟ عايزين طول أناة أكتر من كده؟ عايزين صبر من ربنا أكتر من كده؟ وخطاياكم لا أعود أذكرها. ده اتقالت جملة عن السيد المسيح في النبوة رائعة جدا. الفتيلة مدخنة لا يطفأ، قصبة مردودة مشرخة، قصبة مشرخة لا يقصف. فتيلة مدخنة يا رب، دي الفتيلة المدخنة دي بتطلع هباب اسود اللي هو الكربون، الفحم، عامل زي الفحم. لو انت عملت الفتيلة دي في أوضة متبيضة جير يعني أبيض، تبص تلاقي الحيطان بقت هباب، الحيطان بقت سودة كحل. واللي يشم الدخان بتاع الفتيلة ده ممكن يجيله الرئتين بتوعه ممكن يتسدوا، لأنه ده دخان اسود كربون. يعني فتيلة مؤذية، هي كده، هي مؤذية ليه؟ أولا مظلمة، ما هي مش منورة، محطوطة في أوضة مش منورة يبقى مظلمة. نمرة 2 مهببة، بتهبب الحيطان. نمرة 3 اللي يشمها يجي له أمراض. تقول له يا رب كده ما تدلو عليها شوية مية، ما تدلو عليها شوية مية ونخلص. يقول لك لا، اديها فرصة. ممكن مرات زي ما انت بتشوفوا كده، زي الزبالة اللي بتحصل عند الزبالين، تلاقي كوم زبالة وكله دخان، لكن في هواء، والهواء لما بيفضل ماشي على كوم الزبالة اللي مدخن ده، يجي في وقت يروح منور، يروح النار تنتشر، تنطلق، يختفي الدخان وتظهر النار. بيقول لك يمكن يوم من الأيام يستجيب للريح، الدخان اللي مليان بالزبالة ده يمكن يستجيب للريح اللي بيعدي عليه، ولما يستجيب للريح ينور، يولع. انتوا عارفين الريح دي في الكتاب ليها ترجمة ايه؟ حد يقول؟ الروح. مظبوط، اخ دارس كويس. الريح في الكتاب معناها الروح. معنى ايه الكلام ده؟ ان الروح القدس كل يوم بيعدي على كل الخطاة ويبكتهم ويرشدهم ويعلمهم. ريح كل الروح ريح. في ناس تستجيب للريح والدخان يختفي والظلمة تختفي وتنور، وفي نوع لا يستجيب للروح. عشان كده الكتاب قال ايه؟ اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول. اليوم ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. اليوم ان سمعتم صوته، صوت مين؟
صوت الروح القدس. الروح القدس كل يوم بيبكتك على الخطية، كل يوم بيفكرك بالأبدية، كل يوم يقول لك توب. إن استجبت هتنور، لكن لو استمريت في قساوة القلب هتبقى صعبة. في آية عايز أقول لكم عليها وردت في روميا، أحاول أجيب الشاهد بتاعها بسرعة وأقراها. بيقول إيه؟ بيقول في روميا 2:4. خدوا بالكم من الآية دي عشان مهمة جدا. بيقول إيه؟ أم تستهين بغنى لطف الله يعني، وإمهاله وطول أناته. ربنا لطيف، وربنا عنده طول أناة، وربنا عنده إمهال، وعندنا صبر. الكتاب المقدس بيقول لنا ليه تستهين بالكلام ده وكأنه ملوش لازمة عندك، وكأنه ملوش أهمية؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وتقول أنا غير عالم إن لطف الله وإمهاله إنما يقودك للتوبة؟ ليه يا ابني تستهين بكلام الله؟ ليه تستهين بربنا نفسه؟ الكتاب بيقول لك بتستهين، يعني كأن ربنا ده بالنسبة لك ملوش لازمة، وصيام ملهاش لازمة، طول أناته مش مهم، لطفه مش مهم. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك للتوبة؟ بس قال جملة بعدها صعبة جدا. الإنسان اللي يستهين أو يستهتر أو يهمل طول أناة الله ولطف الله وغنى الله. ولكنك، ده بيكلم الناس اللي ما بتستهين بالله. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب عمله. تحذير: اوعى تستهين بكلام الله، اوعى تستهين بلطف الله، اوعى تستهين بطول أناة الله. ما تستهنش، ما تستهترش، ده إمهاله ولطفه وحنانه عشان يقودك للتوبة. لكن لو استمريت في عنادك، ولو استمريت في خطاياك، ولو استمريت في قساوة قلبك، هتسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. ورسم يوما للمجازاة، رسم يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد حسب عمله. ليه نستهين بكلام الله؟ ليه؟
ما تستهنش بكلام ربنا، بالعكس احنا عايزين نحس بوجود الله في حياتنا، نحس ان ربنا في قلبنا جوانا. قال ملكوت الله في داخلكم، انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. انت هيكل مقدس. اعرف قيمة نفسك عند ربنا، اعرف قيمة نفسك. انت هيكل مقدس ساكن فيه روح الله. ألستم تعلمون انكم انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ قالوا هيكل الله مقدس، فما دام هيكل الله مقدس انت تكون مقدس. معقول هيكل الله يبقى كله نجاسة؟ هيكل الله يبقى كله نجاسة؟ صعبة جدا. فكروا كويس. يا ريت كده الواحد يبقى عنده، يقول لربنا كده يا رب حركني، يا رب خليني احس، ما بقاش عامل زي المشلول، ما بقاش عامل زي الميت. الميت ما بيحسش. اديني كده ان انا احس. اهم حاجه تفكر في ابديتك وتفكر في ربنا. يا ما كانت زي ما قلت لكم، يا ما كانت بيوت خربانه، ياما، وكانت شخصيات بقوا قديسين. بقى شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول يبقى شاول اللي كان بيضطهد الكنيسة بإفراط وكان بيتلفها وكان بيجر النساء والرجال للسجون وكان راضي بقتل استفانوس، يبقى رسول. هيبقى رسول. موسى الأسود اللي كان زاني وكان قاتل وكان شهواني وكان عايش في عمق الخطية، يبقى أب الرهبان كثيرين ويبقى مرشد لرهبان كثيرين ويبقى حاجة كده نور للعالم. كل شيء ممكن. اوعى تعيش مظلم، اوعى تعيش خربان، دي مش إرادة الله. آخر نقطة حولها وبعدين أختم بحاجة سريعة جدا عشان الوقت سرقني، لأن زي ما قلت لكم أنا مش برتبط مش حاطط قدامي ورقة ومرتبط بجمل، لا. أنا بقى صدقوني أنا بسيب ربنا أقول له يا رب اللي عايز تقوله لهم قوله لهم. أنا مش بقول لهم كلامي ولا بقول لهم معلومات من عندي. اللي أنت عايز تقوله. فربنا ممكن يعني يقول لنا على حاجة أكون مرتبها، يقول لي على حاجة تاني، ما يجراش حاجة. هو ربنا عايز كده. أكيد استفدتوا من حاجات كتير، أكيد أنا واثق إن ربنا برضو بيلمس القلوب وبيلمس الضمائر وبيبكت كل إنسان على خطاياه. فكروا كويس، فكروا كويس. آخر حاجة عايز أقولها، اعمل عشرة، اعمل عشرة، اعمل عشرة عملية. في فرق بين واحد تعرفه بالكلام وواحد تعرفه كصديق، كصديق حبيب. اعمل عشرة مع ربنا. ايه مدى ثباتك في المسيح في العشرة المقدسة؟ مشغول بالصلاة دايما كده، حاطط ربنا قدام عينك زي ما قال داود النبي: جعلت الرب أمامي في كل حين فإنه عن يميني فلا تزعزع. انت حاطط ربنا قدام عينك كل حين. بتصلي كم مرة في اليوم؟
ونوع صلاتك ايه؟ هل بتواضع وانسحاق ودموع وتوبة؟ صايم صوم مقدس، ولا صايم وبتشتم وبتحلف وبتكذب، تشرب سجاير وتتفرج على حاجات في التلفزيون وحشة، تقرا الانجيل كل يوم وتسمع كلام الله المغذي، كلام الله اللي يملاك بالحكمة، يملاك بالاستنارة، يرسم لك الطريق، يديك تعزية، يديك رجاء، يديك كل حاجة حلوة. الإنسان اللي ما بيقراش كلام الله ولا بيسمعه يعني ما عندوش بركات كتير. ده البركات اللي بناخدها من كلام الله صدقوني ما تقل عن 20 بركة. أبقى مرة أقول لكم عليه. اقرا كلمة ربنا. ده بيقول على الرجل البار يلهج نهارا وليلا في ناموس الرب، يلهج نهارا وليلا فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه وتعطي ثمرها في حينه وكل ما يصنعه ينجح فيه. ربنا يديك نجاح، ربنا يديك أمل، ربنا يديك رجاء. وجدت كلامك حلو فأكلته لأنه كالعسل والشهد في فمي. بتتناول كل أسبوع عشان تثبت في المسيح ويبقى لك حياة أبدية. بتعترف كل شهر عشان تروح من سحاق كده وتعرض خطاياك وتاخد حل بالغفران. عايش حياة التوبة اليومية، بتجاهد الجهاد الحسن، لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية، بتقاوم، بتجاهد، ولا نايم ولا سايب نفسك؟ ده الكتاب بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية، قاوموا إبليس يهرب منكم. ليه تسيب نفسك؟ ليه تسيب نفسك؟ لا، ما تسيبش نفسك. كنت نفسي النهارده اقول لكم الصراحه، هقول لكم الصراحه. العزة اللي قلتها لكم دلوقتي الحقيقه صدقوني اقول لكم الصراحه عشان بس ابقى صادق. دي العزة اللي كنت هقولها لكم. اتفقنا؟ لكن لما ابتديت امسك المايك ما قلتش العزة دي، قلت حاجة تانية. يبقى ربنا عايز كده. ممكن ابقى اقولها لكم المرة الجاية لو ربنا وافق يعني. لا، ربنا وافق عشان الساعة بقت 8. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم. كل سنة وانتم طيبين.